الناظر. وبصراحة أنا بهني قبل نفسي هنا ناس القربة، ونقول والله هنيئا لكم بإعادة إدارة النظارة لموقعها الحقيقي. كان أصلا في الفترات اللي فاتت عانينا كثير جدا منه يعني. وبقول للسيد الناظر، السيد الناظر بعد هذا المغر يجب التواصل مع كل من حولك في منطقة القربة، ولازم يعلموا بأنه هي النظارة قد رجعت لموقعها، ولازم الترتيب بتاع النظارة ذاته يكون بالهيكلة بتاعته المنظومة. ونحن متأكدين تماما كل الفترة اللي فاتت هي كان فراغ وبعد من المجتمعات بتاعتنا، هو أثر كثير جدا. لكن الناس الآن هم مهيئين تماما إنه يعيدوا سيرتهم الأولى ويرجعوا راجعين مكانهم ويلقوا نفسهم تحت قائد. نحن زي ما قال الأخ سيف الدولة، نحن عايزين نعلم أخواننا سلطاتنا في المنطقة هنا بأنه نحن الإدارة الأولى على مستوى هذه المنطقة بحقيتنا الإدارية وحقيتنا حقيقة الأرض والسكن وغيره يعني. عشان كده كان زمان نحن كنا بصراحة بنعاني كثير جدا. إذا أتى أي مسؤول تأتي نظارة الشكرية خجولة بدون دعوة بدون ترتيب بدون تنظيم، ونحن بعد ده خلاص افتكر الآن إدارتنا قدامنا نحن خلفها. الآن كل ما يبقى في هذه المنطقة لا نسمح له يبقى، وإلا نحن نكون من منظمينه ونكون من مرتبينه ونكون من مستقبلينه، لأنه الأرض لنا والإدارة إدارتنا الآن هي الآن تحت تنظيم رجالة. كل من أتى هو خلفنا حبابه 10 مهجر ساكن مواطن حقه، لكن لا ما يرثنا ما يديرنا وهو خلفنا. احنا ما حنظلم حقه، لكن لي لا يظلمنا حقنا ان نتراجع ورا. ودي كلها كانت الفتره اللي نحن كنا غايبين فيها فعلا الناس استطاعت وتحركت وعملت يعني. كذلك ولايه كسلة نحن المفروض يكون لنا كاداره القدح المؤلة والشغل ده تفهم لجنه امن الولايه بوالها بغيرهم. نحن كشكريه في الاداره الاهليه نكون موقعنا نفسي الاداره الاهليه بتاعت البيئه الان هي معانا تحت الغندوه، لانه احنا متناصفين الولايه دي. اما النظارات اللي كانت هي بتتقدم علينا فعادتها تتاخر تبقى خلفنا، ما عندنا معاه اشكاليه. وكل هدفنا بصراحه ان حقوقنا كامله حقنا كامل ما بنجامل. والحمد لله نحن يا جماعه السيد الناظر كل الان قبيلتك قبيله الشكريه والله مستبشره خيرا بانك انت اعطيت هذه المنطقه، لانهم اشتغلوا هم في حلفه ما اشتغلوا الان في البطانه، ولكن اشتغلوا الان في حلفه اللي هي محليه نهر عبره، محليه البطانه، محليه نهر عبره، ومحليه القربه وحلفه. الناس الان بيعتبروا انه خلاص انه التمسوا الاداره قريبه منهم وهم جاهزين تماما. وزي ما ذكر عمنا الشيخ العرب ده في عندنا اخوه هم خلفنا، لكن والله يعلم الله الدنيا عيد بانهم هم يقدموك على ناظرهم. وزي ما قال لي قبيله قال لي انا شايف ماسكين ناظرهم من يده وماسكين الشيخ احمد باليمين، قال لكم ده بالشمال. قلت له والله حاضنينه مش ماسكينه، حاضنين الشيخ احمد. الحين دي نصيحه انا بقول لك، وانت نحن عايزينك بصراحه تكون قايدنا نحن وياهم سوا، لانه الوقت الان اقبل للوحده واقبل الان حتى للناس لو خشت مفاوضات. نحن عايزين تخش بقوتنا، تخش انت كقايد لمنطقه الشكريه او قبيله الشكريه عموما الشكريه والبطانه عامه. لان الناس الان بتتقسم اقعدوا يا السودانيين عشان تشيلوا حقكم. هل نحن نتفرج ثاني؟ ما بنتفرج، احنا عايزين تتقدم. وزي ما قال لك اخونا سيف الدوله حنمسك القبيله دي مدرار عديل ان شاء الله. جزاكم الله خير. الكلام بتاع عز الدين ده برضه يا اخوانا لا يمشي